السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أيامكم بكل خير. وفي واحدة من قريباتي رأت رؤيا، قالت شفت إنه أنا وواحدة ثانية اسمها إيمان وثالثة اسمها ماريا لنا في بحر. تقول جاء موج كذا فغرقت إيمان. تقول جينا بنشوف إني متأكد هي غرقت ولا لا، فوجدنا قميصها فقط. رفعنا قميصها. والله يا إخوان هذا اللي صار. هكذا قصت لي تقريبا، وستجدون في تعبيرها عجب سبحان الله. قلت لها أنت جادلتي ماريتي في موضوع ما على الأغلب أنه موضوع ديني واستندتي فيه على أدلة ضعيفة، الموضوع هذا في خطر على دينك وإيمانك. قالت كيف؟ قلت ماريا في المنام تدل على المراء والجدال، غرق إيمان يشير إلى إيمانك، القميص يدل في المنام عادة على ضعف الحجة كما في قصة إخوة يوسف. المهم أنا رأيت في وجهها دهشة استغراب، صارت تناظرني وتناظر أمها، وأمها تناظرها مطير عيونها مستغربة وتناظرني ويبتسمون. قالت أمها سبحان الله والله إن هذا اللي صار. جت ونظرت بنتها قالت بقول له، كانت تستأذنها، قالت والله بنتي كم مرة نتناقش أنا وياها عن كشف الوجه، تبي تقلد صديقاتها. تقول المشكلة أنهم يعني يحتجون بحجج واهية أن المذهب الفلاني أجاز كشف الوجه، طيب والمذهب الثاني اللي حرمت الوجه، والحديث والنصوص اللي دالة على حرمة كشف الوجه. قلت للبنت، قلت شوفي أنا مقتنع 100% أن كشف الوجه حرام، لكن أنا لو أني شاك فيه عقب الرؤيا والله ما أتردد أنه حرام. الرؤيا وحي، الرؤيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح جزء من 46 جزء من النبوة. فهذه انذار لتس، الله اختص من بين كثير من النساء بالتنبيه والتحذير. وبعدين يعني حتى لو اجاز المذهب الفلاني والمذهب العلماني اجاز كشف الوجه، ما في عالم بالدنيا يجيز انه يخرج وجه فيه شيء من الزينه او يخرج. يعني اذا انت مقتنع بهذا المذهب اللي يجيز كشف الوجه فتقيد بالمذهب بالكامل، يعني ما يجوز تجين تحطين مثلا روج، تحطين كحل، تسوي كنتور، تحطين بلشر، تحطين خرابيط. أما إذا كشفتي وجهك وأظهرتي شيء من الزينة فأنت فعلتي أمر لا يجيزه أي عالم على مر التاريخ، وأتحدى واحد يثبت غير ذلك. يعني تبي تكشفين وجهك متقيدة بالمذهب الفلاني اللي يجيز ذلك، خليت حمصة سادة زي يسوون بعض الأشوام المصريين، والله أتحدى أحد يسوي كذا. أما إذا كشفتي وجهك وعطي شيء من الزينة فأنت عاصي لله محادة لأمره، توقعي أي عقوبة تجيز من الله. والرؤية هذه خير دليل، مع قناعتي قناعة تامة مستندة على النصوص والأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كشف الوجه محرم لا يجوز سواء بزينة أو بدون زينة. فاحذرني يا أخواتي. بعض الناس كان يراسلني بأدب واحترام وتقدير، عقب هالسنابات شانت أخلاق وخربت العشرة. يا الله مقسوم خير. بعدين يا أختي لا تضحكين على نفسك، الخطأ خطأ، كون تكشفين وجهك وتحسين بالذنب وتستغفرين وتتوبين لله أرحم من أنك تبررين غلطتك وتصدرين المجالس تفتين تحللين وتحرمين. لأنه زي ما قلت لك، يعني لو قلت أنا باخذ بقول العالم الفلاني، ما في عالم بالدنيا كلها يبيح لك أن تكشفين وجهك وحاطة شيء من الزينة، شيء من المنطق يا أختي. وبعدين لا تخافون عن شيء، شوفوا اللي تكشف وجهها هذه جمعت عدة ذنوب، عصت الله، جهرت بالمعصية، أشاعت المنكر، أفتنت الناس وأذت. ولتجمع الذنوب هذه كلها إن لم يغفر الله لها تنتظر أي عقوبة، هم، غم، قلق، كآبة، تعثر في دراسة، تأخر زواج، تأخر وظيفة. أخوان الذين يسألون عن هذا المقطع ستجدونه هذه الليلة بإذن الله في قناتي في يوتيوب، أرجو منكم مشكورين مأجورين نشره ما استطعتم، لعل الله أن يهدي به ضالا ويكتب لكم أجره.